انت لازم تفهم الكلام ده مش عشان تعالجه، عشان على الاقل تفروضه للدكتور يعرف يتعامل. دي اختصارا للفقرات الايه العنقيه، فبقت دي اسمها سي 1 وسي 2 وسي 3 لحد سي 7. السي اختصارا للسيرفيكال ومن اول واحد لحد كام 7. طب دي التي 1 اللي هي ايه الفقرات الصدريه، فالثوراسيك يبقى من تي 1 لحد تي 12. حلو. طيب بعد كده اللمبر من ال 1 لحد كام ال 5. عشان كده تلاقي في الاشاعه ممكن تلاقي حاجه، دي حاجه مهمه ان انت مش هقول لك تقرا اشاعه، بس انت تبقى فاهم ان انت ده تعرف توديه للدكتور. يعني مثلا تلاقي مكتوب there is a disc bulge between L3 and L4، فانت بالنسبه لك انت على الله حكايتك، فاهم؟ لو انت مش فاهم حاجه، بس لا انت لازم تفهم الكلام ده مش عشان تعالجه، عشان على الاقل تفروضه للدكتور يعرف يتعامل. فهنا بيقول لك ان في ديسك بالج. ايه الديسك بالج ده؟ اللي هو الغضروف، اللي هو الديسك ده اللي هو بيكون موجود ما بين الفقرات، ما بين كل فقره وفقره فيه ايه غضروف. حلو. فالغضروف ده زيرز اديسك بالج، يعني في غضروف طالع اللي هو لونه احمر اهو، ده اهو زيرز اديسك بالج، يعني في غضروف طلع لبره ما بين الفقره الثالثه والرابعه من الفقرات القطنيه. فهنا الغضروف ده اثر ان هو لمس في مين؟ في العصب، فبدا ان هو يعمل مشاكل في السياتيك نيرف مثلا، او في مكان تاني، يعني عرق النسا، او سبب مثلا مشاكل معينه في الجسم، خلى ان الرجلين بتنمل، خلى ان الايدين مثلا بتوجعني. بس طبعا لو الايدين دي هتلاقي ان الديسك موجود فين؟ في الرقبه. هو انا عليه لو حد عنده ديسك في الرقبه تلاقي ان ايديه ممكن تلاقيها بتوجعه او بتنمل.